هو انا يعني علشان من السويس يا جماعه جوزي يعمل فيا كده؟ مش كل شويه يجيب لي الحاجات الغريبه دي ويقول لي قومي يلا اعملي لي اكله ما حصلتش. كل شويه يجيب لي جمبري ويجيب لي سوبيا، انت بتقولوا عليها سبيت في القاهره، وكل شويه يجيب لي كابوريا، والنهارده بقى جايب لي جندفلي مفكرني مش هعرف اعمله. انما على مين؟ ده انا سويسيه ومحدش قدر عليا. عملت له بقى شوربه سي فود، عايزه اقول لكم كلها وما اتكلمش ولا كلمه، ومستنيه يرد، ما ردش غير بعد ما خلص الاكل كله ونسف ونسف. اهم حاجه هتنزلوا تضغطوا لايك وهتشتركوا في القناه وهتفعلوا زر الجرس على الكل علشان تتفرجوا على كل جديد، وطبعا هتشيروا يا قروبه انتي وهي. بصوا بقى السمك السنجاري ده، عايزه اقول لكم مخلي. عارفين مخلي؟ انا عشان معايا اطفال وبيحبوا ياكلوا السمك كده، بقعد بفصص لهم بتعذب معاهم، فانا بعمل السمك بطريقه حلوه جدا ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه السمك انا بخلي الراجل بيقطعها لي من الظهر كده وبينضفها لي. طبعا انا مش على نظافته بسكت، لا بنضفها انا كمان تنظيفه حلوه وبعصر عليها ليمون. عملت كده قاعدة للسمكة من البصل والفلفل والطماطم علشان طبعا السمكة ما تلزقش في الصينية يا جماعة. هعصر بقى ليمون كده على السمكة واحط لها شوية زيت زيتون، عايزة اقول لكم هيطر لكم اللحم بتاع السمك وهيخلي طعمه في حتة تانية خالص، وهيسهل عليا ان انا ابهر السمكة. عندي كمون وكزبرة وبهارات سمك وزعتر وروزماري وبابريكا مدخنة وملح جميل وكركم وكاري وحبة بهارات تندوري صغيرين خالص كده، قلت عشان اطعم السمكة. هقلب كل البهارات دي ببعضها علشان انا مش هحطها كلها، هحط نصها وهركن نصها. وبالفرشة كده السيليكون هدهن بيها السمكة لان انا طبعا حاطة زيت زيتون، فالبهارات هتتغلغل معايا في السمك. هحط بس كده معلقة دبس رمان ويا سيدي بقى على الحلويات. هدهن بقى السمكة بتاعتي بالشكل ده وهدخلها الفرن ولمدة يا جماعة ربع ساعة، وهنشوف هنعمل معاها ايه. عندي بقى معلقة زبدة بلدي كبيرة كده على النار، وراس السمكة اللي انتوا شفتوها، هنزل بس ببصلاية متوسطة وقرن شطة وفصين توم. هشوح كل الكلام ده واكون غاسلة السمكة كويس جدا وهقلبها كده على وشها. عندي بقى الجمبري وعندي الجندفلي، عايزه اقول لكم بتمسكوا الجندفلي ده الواحده بواحده تحت الحنفيه، بتنزلوا منه اي رمله لانه بيبقى جواه رمله يا جماعه، تاخدوا بالكم. وبشطفه مره واتنين وبصفيه كويس جدا، وطبعا الجمبري ببقى مطلعه منه الكيس الرملي ومخليه زي الفل. خدتوا بالكم اللي انا غطيت الكلام ده وسبته يتكمر على نار هاديه. هحط شويه بهارات من البهارات اللي احنا قلبناها بتاعت السمكه على جنب، واحط شويه ملح، وهرجع اغطي الكلام ده واسيبه كده على نار هاديه يتكمر معايا ويستوي. هنا بقى السمكه بتاعتي كان دورها خلاص انتهى واستوت معايا. هطلع بقى سلسله الظهر او الشوك بتاعها بكل سهوله. شفتوا طلع معايا ازاي؟ هجيب بقى بصل وطماطم وفلفل وخضار مشكل وتوم جميل وشويه ملح عليهم كده، وهقلب كل الكلام ده. طبعا انا نسيت هنا احط البهارات، بس هحطها هنا مش مشكله. وهقلبها وهوزع الخلطه بتاعه الخضار ديت على وش السمكه كده بالشكل ده. وفي الوقت ده بقى ادخلها تحت الشوايه. عندي بقى معلقه دقيق على نص كوبايه من اللبن، هقلبهم كويس جدا كده على بعض علشان ما يتكتلوش معايا. وتعالوا نشوف هنعمل بيها ايه. هنا بصوا نزلت بقى الصوص بتاعها وبقت في غايه الجمال واستوت كمان من غير ميه. هنا بقى هزود بس الميه اللي انا عايزاها بتاعت الشوربه، مش هحط ميه كتير. ازود حبه ميه كمان بس كده، وهسيبها تغلي غلوه واحده. اوريدي هي مستويه يا جماعه على نار هاديه، ونزلت كمان احلى صوص. بس انا بصوا بوريكم بقى الجندفلي لما بيستوي بيتفتح يا جماعه بكل سهوله وبيبقى تحفه. هنا خلاص خدت بقى الغلوه بتاعتها، هنزلها في بوله كده بالشكل ده. شايفين الجمال؟ شويه شوربه ما اقولكمش عاملين ازاي. وكمان السمكه بتاعتي طلعت من تحت الشوايه واخده اللون الجميل، وطبعا بتتاكل بالمعلقه كده اكل. عايزه اقول لكم ولا فيها شوكايه واحده ولا الهوا، بتاكلوا كده تقريبا سمك فيليه.
بس معمول بالطريقه السنجاري. جربوا الطريقه بتاعتي دي هتعجبكم. قلت احط كده كام جمبريايه كده بس للتزيين. وطبعا عامله الرز والسلطه وسلطه الطحينه وبابا الغنوج. عايزه اقول لكم يا جماعه، الاكله الوحيده اللي تحسوا بالسعاده بعدها هي الاكله دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم.